السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قهوة سادة. في البداية لو عليك فرض انت ما صليتهوش قوم صليه وتعالى تاني، لأن الصلاة أهم من أي حاجة، ولو ما عليكش فصلي على النبي ويلا بينا نبدأ على طول. في الحلقة اللي فاتت أنا لقيت كومنتات كتير بتتكلم إزاي إن إحنا جمعنا بين الدين والدنيا، إزاي إن إحنا جمعنا بين موضوع بيتكلم عن تطوير الذات وبين حياة الصحابة والدين بتاعنا. وللأسف دي فكرة منتشرة جدا عند كل الناس، إن الدين ملوش علاقة بالدنيا. بالعكس، الدين والدنيا حاجة واحدة، بيكملوا بعض، حاجة غير التانية ما بتكملش. لكن المشكلة إن الناس خدتنا وودتنا الناحية التانية، ناحية الدنيا قوي قوي قوي، وقالت لنا الدين ده آخره مسجد وسجادة وصلاة. ودي الفكرة اللي إحنا بنحاول نغيرها، دي الفكرة العامة اللي إحنا بنحاول نبنيها عندنا في القناة لكل اللي بيسمعنا، إن هو إزاي الدين بتاعه هو اللي بيبنيه، بعيدا بقى عن موضوع تطوير الذات والتنمية البشرية ومش عارف إيه والكلام ده كله. إحنا عندنا في الدين بتاعنا كل حاجة حرفيا، والله كل حاجة. الدين بتاعنا حرفيا ما سابش حاجة غير لما عملها أو غير لما اتكلم عليها. ولو ما لقيناش مثلا في السنة أو في كتاب ربنا، هنلاقي في حياة الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمشكلتنا إن إحنا بطلنا نسمع عنهم، بطلنا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته الطيبة، بطلنا نقرأ عن سير الصحابة، عن التراجم بتاعت التابعين والسلف. والله العظيم كم مرة لما نقرأ عنهم عايز أقول لك إنك هتبص للغرب اللي إحنا شايفينهم هيرو وبيرو والكلام ده كله، هنبص لهم بصة استحقار. يعني إحنا دلوقتي مين أفضل واحد في الغرب بنشوف إن هو طور نفسه ووصل لأفضل حاجة؟ إيلون ماسك مثلا. عايز أقول لك أنت لو شفت سعي الصحابة واجتهادهم وتطويرهم لذاتهم، أو حتى التابعين أو السلف، والله 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 طول الناس دي ولا أي حاجة. الغرب ما عندهمش حرفيا أبطال زينا، ما عندهمش حرفيا ناس عملوا من التراب ذهب زينا، فبالتالي بدأ يصنعوا ده في الأفلام والمسلسلات بتاعتهم، بيعملوا حاجات خيالية، حاجات أصلا مش موجودة في أرض الواقع. تلاقي أسطورة مش عارف مين وأسطورة مين وأسطورة مين، ويبني لك جرافيك وحاجات كتير عشان يوهمك إن هم عندهم كل حاجة. لكن والله 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 إحنا عندنا كل حاجة. فدايما الدين مرتبط بالدنيا والدنيا مرتبطة بالدين. اتفقنا؟ والنهارده جايين برضو نحل اشكاليه موجوده عند اغلبنا، او فكره انتشرت عند ناس كتير جدا. ناس كتير جدا معتقده ان اللي بيلتزم او ان الدين مرتبط بحاجه واحده، السجاده والمصليه، وان انا قاعد في المسجد 24 ساعه ما بعملش حاجه في حياتي. ودي فكره للاسف غلط، فكره ناس كتير فاهمها غلط. في ناس ملتزمه اعرفها فاهمين ان الدين عباره عن ان انا اربي لحيتي والبس عبايتي وافضل قاعد في المسجد 24 ساعه، ما يعرفش ان في حاجه اسمها سعي وتطوير ذات، مش معاه الجزئيه دي. طيب هل الكلام ده انا جايبه من عندي؟ يعني هل انا مثلا دي وجهة نظري وانا بعرضها؟ لا، دي مش وجهة نظري انا. ولكن لما نرجع لحياة الصحابة رضوان الله عليهم، هنلاقي ان افضل حد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، واللي هو سيدنا ابو بكر، واللي هو اول خليفة للمسلمين. كان شغال في التجارة، وكان بيقولوا عليه تاجر قماش ناجح، او بنقول عليه في المعنى الدارج بتاعنا رجل اعمال. عايزك ترجع بالذاكرة كده وتفتكر ان سيدنا ابو بكر اتبرع بماله كله مرتين. ماله كله ده قد ايه؟ عشان لما نيجي نتكلم عن موضوع حد طلع فلوس نجيب سيرة سيدنا ابو بكر، يعني قد ايه ماله كله. سيدنا ابو بكر مش بس طلع ماله مرتين لله، كله لله مرتين. ده كان اولا بينفق فلوسه على مساعده المسلمين، على الفقراء بتوع المسلمين. فلما نيجي نقول كده، ده اكتر حد بنقول ان ايمانه يكاد يكون كامل سيدنا ابو بكر. فلما يكون بيبقى تاجر وشغال ومع ذلك جامع مع الدين وعارف كل حاجه عن الدين وعن القران وكل حاجه، فده يفهمنا ان لا، الدين مش ان انا همسك الجانب اللي هو جانب الشرعي بس، لا ده مش الدين. طب نخش على الخليفه اللي بعده سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان عايز اقول لك ده كان ملياردير. دي معلومه اغلبنا ما يعرفهاش، ما يعرفش ان سيدنا عثمان رضوان الله تعالى عليه انه جهز جيش العسره لوحده، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول فيما معناه ان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه لن يضره شيء بعد اليوم. فانت متخيل يعني ايه شخص واحد يجهز جيش؟ انت متخيل؟ انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي اليهود وهم في غزه دلوقتي وبيحاربوا ايه؟ بيحاربوا قوه ضعيفه كعدد وسلاح ومساعدات، لكن هي ما بتحسبش كده. مش ده موضوعنا. فكره ان اليهود الامريكان بيدعموهم لحد دلوقتي، والدول اللي حواليهم دعمتهم بحوالي 17 مليار دولار، رقم خرافي، رقم بيتقام عليه اصلا اقتصاد دول. فتخيل بقى معايا سيدنا عثمان بن عفان دفع قد ايه. طب هنتخطى كل ده. هو ايام ما كان خليفه كان برضه بيتاجر، فكان جاي له تجاره من الشام، تجاره كبيره قوي، تجاره ضخمه، وكان دافع فيها فلوس كتير جدا. وهو ماشي راح يستلم التجاره، لقى فقراء المسلمين، فشافهم وكمل راح للتجاره اللي هي جايه له. فكل التجار اللي في المدينه جم له بقى عشان يشتروا منه، قالوا نديك على الجنيه اللي انت دفعته 2 جنيه. قال لهم لا، حد دفع لي اكتر، هنديك على الجنيه 3، هنديك على الجنيه 4، هنديك على الجنيه. مفيش، بيقول لهم حد دفع لي اكتر. فهم واقفين مستغربين، احنا تجار المدينه كلنا، احنا كده تجار المدينه، فمين بقى اللي دفع لك اكتر من كده؟ قال لهم الله عز وجل، وعدنا بالحسنه ب10 امثالها، وطلع التجاره دي كلها لله. ده يفهمنا نقطتين. اول حاجه ان انت لازم تسعى وتطور من نفسك وتبقى انت ماديا مرتاح. الحاجه الثانيه ان قلبك ما يتعلقش بالفلوس، لان لو سيدنا عثمان كان قلبه متعلق بالفلوس ما كانش طلع التجاره كامله، قافله كبيره كلها لله مجانا، ما فيش اي حاجه. فانت هي الفكره مش فكره حب المال،
المال، الفكره فكره ان يكون معاك مال يساعدك على انك تعبد ربنا صح وتساعد امتك صح. طب نعدي سيدنا عثمان رضي الله عنه ونخش على سيدنا الزبير بن العوام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيشتري ويبيع الاراضي وكان محقق نجاح كبير جدا وكان معروف بكرمه وانفاقه في سبيل الله. نروح سيدنا طلحه بن عبيد الله، كان من التجار الكبيره في مكه، كان بيتاجر في الاقمشه وبضائع كتير وتعرف بكرمه وسخائه لانه كان بيطلع اموال كتير جدا لدعم فقراء المسلمين. وسيدنا سعد بن ابي وقاص وكتير جدا والله العظيم من الصحابه يعني معاهم فلوس كتير. طب خلينا يعني دول عصر الصحابه، خلينا نتخطى خطوتين شويه. الليث بن سعد، حد يسمع عنه؟ اغلبنا ما يسمعش عنه. ده كان فقيه مصر في وقت من الاوقات، لدرجه ان الشافعي رحمه الله عليه قال ان الليث افقه من مالك ولكن اصحابه ضيعوه. بعيدا عن قصته ممكن نحكيها في وقت تاني، ولكن في الليث بن سعد من بالرغم انه فقيه وكان حاجه كبيره جدا كان بيطلع كل فلوسه لله. كان عنده بساتين واراضي كتير جدا. كان عايز اقول لك انه كان بيطلع في السنه الواحده 50,000 دينار. الدينار ده بيساوي دلوقتي حوالي 4 جرامات ذهب. فتخيل ان كان يطلع كل ده لله. انت اصلا تخيل جرام الذهب دلوقتي بكام؟ ولو انت شاب هتتجوز فانت فاهم انا بتكلم في ايه. جرام الذهب اللي احنا طالعين نازلين معاه كده بيزيد، تخيل انه بيطلع رقم كبير قد ايه. امام ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه، احد الائمه الاربعه المشهورين، كان عنده برضه محل بيبيع الاقمشه في الكوفه، كان عنده دخل كبير لكن هو كان بيكتفي بالقليل وبيطلع الباقي لله. انا عايز افهمك حاجه حرفيا انت مش هتتخيلها، موضوع المالتي انكم والباسيف انكم والكلام ده كله اللي هو بنقول عليه بالعربي الدخل المتعدد والدخل الباسيف والكلام ده كله اللي احنا بنسمعه دلوقتي من بتوع الغرب بقى والناجحين ومش عارف ايه. ده كان موجود عند الصحابه وعند التابعين وعند السلف، والله كان موجود، بس احنا اللي ما بندورش. احنا لو دورنا هنطلع بكنوز والله العظيم. ومش عايز اكمل بقى لان الكلام كتير جدا في الموضوع ده، فعايزك تكون فاهم ان الدين بتاعنا ما بيقولكش اترهبن لان ده مش موجود عندنا في الاسلام، ولكن الدين بتاعنا بيحسنا على ان احنا نطور من نفسنا ونتقدم. الله عز وجل قال في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. فانا هعمل ده ازاي؟ انا هعمل ده ازاي وانا فقير؟ انا مش بقول لك ان انت اتولدت فقير فانت تنقم على ده، لا، انت اتولدت فقير واتولدت غني ايا يكن، انت مطالب بعد ما اتولدت تبدا تشتغل. الصحابه بعد ما سابوا مكه وسابوا كل فلوسهم كلهم بلا استثناء، سابوا كل فلوسهم راحوا المدينه، بداوا من تحت الصفر، حرفيا بداوا من تحت الصفر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي احنا ما جبناش سيرته دلوقتي، عايز اقول لك انه كان بيتقال عليه ان من كتر الفلوس اللي معاه لما كان بيرفع كان بيبقى خايف يرفع حجر يلاقي تحته ذهب، وكان من العشره مبشرين بالجنه. فانت متخيل الناس كانت بتعمل ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينه ما خدش فلوس من حد، ما خدش مساعده من حد، دخل السوق وبدا يبني من جديد لحد ما وصل تاني بقى عنده فلوس كتير وبرده كان بيطلع لله. فهي الفكره مش فكره ان انا لو جبت فلوس فانا هبعد عن طريق ربنا، لا، فكره ان انت الدين والدنيا مرتبطين ببعض. الدكتور حازم شومان بيقول لو انت سبت الدنيا واهتميت بالدين بس فانت هتقع لان ما عندكش حاجه تسندك، ولو اهتميت بالدنيا بس وسبت الدين فانت صفر على الشمال ملهاش لازمه. فانت مطلوب منك انك تسعى في الاثنين، في الدنيا والدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ يوميا من الكفر والفقر. لو انت بتقرا اذكار الصباح هتعرف ان الكلام ده حقيقي، دي من اذكار الصباح. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الكفر والفقر في جمله واحده. فانت متخيل الفقر بيعمل ايه؟ زمان كانوا بيقتلوا عيالهم عشان الفقر. فهي الفكره هنا فكره ان موضوع ان انا لازم اكون فقير عشان اكون تقي والكلام الجامد ده مش صح. فكره هنا انك لازم تسعى وتطور من نفسك يوميا. امتك مش هتقوم لو احنا كلنا فقراء، لازم تسعى يوميا، لازم تسعى وتطور من نفسك. الكلام هنا مش بكلم الناس الملتزمه ولا الغير انا بكلم كل الناس، بكلم كل واحد بيسمعني دلوقتي ان انت مطالب منك تسعى يوميا، تطور من نفسك يوميا، تبقى ناجح في المجال بتاعك، تبقى ناجح في شغلك. فدي فكره لازم نلغيها من حياتنا. لازم نعرف ان ديننا مش بيقول لنا كده. مش معنى كلام ان انت خلاص ابدا اطور نفسي في الانجليزي وما اخدش دورات في الدورات شرعيه، لا، تدور نفسك في الاثنين. وبرضه حلقه النهارده ردا على الناس اللي تقول انا لو بدات احفظ قران انا مش هعرف اجتهد في شغلي. ده كذب يا جدعان، ده وهم الشيطان ضحك علينا بيه. انت تقدر انك تجتهد في دنيتك واخرتك مع بعض الاثنين. والله تعرف الصحابه عملوها، انت ما تعرفش. تقول لي الصحابه دول كانوا خارقين، ماشي، السلف عملوها، التابعين عملوها، في عصرنا دلوقتي في ناس عاملاها كتير، والله كتير، انت بس اللي ما تعرفش ومش متابع. فدورك النهارده تقعد مع نفسك وتفكر انا مقصر في ديني؟ انا مقصر في ديني، كلنا مقصرين. ابدا اعمل ايه؟ ابدا احط جدول ليا، جدول فيه اهدافي اللي انا عايز احققها. عايز ان انا احفظ القران واعرف تفسير القران كله، اتعلم فقه واتعلم عقيده واتعلم سيره وحديث ولغه عربيه ونحو وغيره وكل العلوم الجميله دي. تقعد مع نفسك تقول انا لازم اتعلم ده، ومع ذلك في نفس الورقه تكتب برضه انا عايز اتعلم انجليزي واطور نفسي في اللغه، وعايز ان انا اخد كورس برمجه، عايز ان انا اخد كورس في الديزاين، وعايز. لازم تعمل الاثنين. اللي يضحك عليك ويقول لك انك اول ما تلتزم هتقعد في البيت او تقعد قصدي في المسجد، بيضحك عليك، ده مش صح وهتعاني والله كتير. لازم تشتغل في الاثنين، لازم تبقى ناجح. يعني عايز اقول لك والله الامثله على الناس اللي نجحت في الاثنين كتير. اعرف ناس شيوخ وبتعتكف وبتعمل كل
ده ومرتاحين ماديا جامد. انت اصلا لما ترتاح ماديا هتعرف تعمل كل اللي انت نفسك فيه. ما تقنعنيش لو انت عامل مثلا شغال في 8 ساعات يوميا في مصنع وعامل خلاص، انا مش بقول ان دي حاجه وحشه، ولكن بقول انك عامل وماديا صعب وكل حاجه، ينفع تاخد اخر 10 ايام من رمضان تعتكف؟ مش تعرف، صعب. لكن تخيل ان انت اصلا صاحب المصنع، فلما انت تاخد شهر كامل قاعد معتكف محدش يتكلم معاك، فهو انت لازم تسعى للاثنين عشانك وعشان نفسك وعشان اولادك. لازم تسعى للاثنين عشان تبقى انت مرتاح، تعرف تبر اهلك، تعرف تبر ابوك وامك، تعرف انك تعمل اللي انت عايزه، اللي انت عايزه في حدود الشرع طبعا، تعرف انك تعبد ربنا صح، تعبد ربنا بالطريقه اللي انت مرتاح فيها، تعرف ان انت تعيش حياه كريمه. يعني اقول لك حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في اذكار الصباح، بيقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالاثنين دول ما بيجتمعوش غير مع الفقر او مع قله المال. اتمنى حلقه النهارده تكون وضحت لك حاجات كتير، فهمتك ان الدين بتاعنا مش سجاده بس، مش مصليه بس. الدين بتاعنا مش ان انا اصلي من غير ما اعمل اي حاجه في الدنيا. والله الكلام على الموضوع ده كتير، بس انا مش عايز اطول الحلقه اكتر من كده. ولحد هنا انا خلصت كلامي وخلصت كل اللي عندي. دورك انك انت تبدا بقى ايه، تفوق حياتك شويه، تبدا تحسن من حياتك شويه. وزي ما قلت لك، الدين لوحده من غير الدنيا هتقع، والدنيا لوحدها من غير الدين فهي صفر على الشمال. فما تبقاش تمشي في حاجه واحده، امشي مع الاثنين وطور من نفسك واجتهد. هتنام اقل ما تنام اقل يا عم، المشكله وانت لما تقضي نص عمرك كله نوم ولا تلت عمرك كله نوم، هينفعك في اخرتك؟ هينفعك في قبرك؟ لا، مش هينفعك لا دنيا ولا اخره. فدورك انك تطبق اللي انا قلته النهارده، والشاطر اللي بياخد المعرفه ويطبقها في حياته، لان حياته ساعتها هتتحسن للاحسن، والله هتلاقي حياتك افضل واحسن بكتير قوي قوي والله. وبس كده وبس كده. ما تنسانيش بقى في اللايك والشير، ولو عندك اي مشكله بتقابلك في اي حاجه قولها لنا في الكومنتات تحت، بحيث هيجي علينا ان شاء الله الدور ونتكلم عليها. فانا احبك في الله، يلا سلام.